أول درس عندنا في الجيومتري بالنسبة لتاني إعدادي السنة دي هو درس يسمى The Medians. الأول عشان ندخل في تفاصيل الدرس لازم الأول نفهم يعني إيه كلمة median. زي ما احنا شايفين كده أنا عندي تراينجل اسمه ABC وبصيت على المثلث لقيت ميد بوينت اسمها دي is the midpoint of BC، المنتصف السايد اللي اسمه BC. الخط اللي حضرتك شايفه بالاسمر نازل من الفيرتكس A الى الميد بوينت دي اوف BC يسمى ميديان. اذا تعريف الميديان هو ايه؟ هو the line segment، هو خط. عايز تقول بعد كده مرسوم من، يبقى drawn from، مرسوم من، اترسم منين؟ من الفيرتكس اللي اسمها A، يبقى from the vertex to الخط اللي هو الميديان اللي اترسم من الفيرتكس الى الميد بوينت of the opposite base، يبقى from the vertex to the mid point of the opposite base أو opposite side. إذا أنا ببساطة أقدر أقول دلوقتي إنه الميديان مرتبط بالميد بوينت، في ميد بوينت يبقى في ميديان في المثلث. طالما لقيت ميد بوينت وفي خط وصل لها من الفيرتكس يبقى ده اسمه ميديان. إذا الميديان اللي هنا في الرسمة بتاعتنا دي اسمه إيه؟ اسمه AD. ده اسم الميديان اللي في المثلث اللي هنا AD. طيب الجزء الثاني اللي بنتكلم فيه يا ترى أي مثلث فيه كم ميديان؟ بما إنك عارف إن المثلث the triangle has 3 sides، يبقى كل سايد من الثلاثة أقدر أحط فيه ميد بوينت، وطالما بقى عندي ميد بوينت أقدر أرسم لها ميديان. يبقى أي مثلث فيه كم ميديان؟ فيه 3 ميديانز. يبقى any triangle has 3 medians لأنه عنده 3 sides وكل سايد أقدر أرسم فيه ميد بوينت. النظرية الأولى اللي عندنا بتقول إيه؟ ركز معايا. The medians of the triangle اللي هم كام؟ 3 are concurrent. إيه بقى اللفظ ده؟ concurrent. كلمة concurrent يعني متلاقين. يعني إيه؟ يعني intersect at one point. يعني معنى كده ان انا لو رسمت ال3 medians يتقابلوا الثلاثه في نقطه واحده، لازم the medians of the triangle are concurrent. يعني ايه؟ intersect at one point. تعال نطمن على انه كلامنا مظبوط. بص كده الميديان الاول اللي نازل من الفيرتكس اللي اسمها A الى الميد بوينت اللي اسمها B اهوت، ادي ميديان. الميديان الثاني اللي هيطلع من الفيرتكس اللي اسمها B الى الميد بوينت اللي اسمها F اهوت. الميديان الثالث اللي هيطلع من الفيرتكس اللي اسمها C الى الميد بوينت دوت اهو. يبقى الثري ميديانز هنا ايه؟ intersect at one point. طيب كلمة intersect at one point بنختصرها في كلمة concurrent. يبقى لما حد يقول لك يعني ايه كلمة concurrent يبقى معناها ايه؟ intersect at one point، يتقابلان في نقطة واحدة. ولتكن دي مثلا نقطة M. طيب الام دي بقى النقطة اللي بيتقابلوا فيها يا ترى نسميها ايه؟ The point M is called the point of concurrence. جاية من الكلمة دي the point of concurrence، يعني نقطة التقاطع. نقطة ايه؟ يبقى لما يجي يقول لي يعني ايه the point of concurrence اقول له ايه؟ the point of intersection of the 3 medians، يعني نقطة تقاطع ال 3 medians تسمى ايه تاني؟ تسمى point of concurrence. point of concurrence أو the point of the intersection of the 3 medians، نقطة تلاقي الميديانز. تمام؟ في مشكلة في ده؟ احنا عندنا دلوقتي النظرية اللي عندنا بتقول ايه؟ the medians of the triangles are كلمة واحدة concurrent. ترجم معناها ايه؟ intersect at one point. طيب البوينت دي تسمى ايه؟ the point
of concurrence. the point of concurrence. حد كده تمام. طيب لو احنا حبينا نتكلم بقى على البوينت اوف كونكرنس اللي هي زي الام دي، هل ليها نتيجه عندنا؟ بص كده، ده تراينجل اهو. لو تخيلنا ان انا هرسم الميديان الثاني اهوت، الميديان الثالث اهوت، هيتقابلوا مع بعض في النقطه دي. النقطه دي سميناها the point of concurrence. يعني ايه؟ يعني نقطه تقاطع الميديانز. the point of concurrence. مالها بقى البوينت اوف كونكرنس دي؟ عليها نتيجه مهمه جدا، وهي ان البوينت اوف كونكرنس divides، بتقسم the median in the ratio 1 to 2 from the base. يعني النقطة دي بتقسم الميديان ده اهو بريشيو جزء إلى جزئين من ناحية البيز. طيب خلينا ناخد مثال على الميديان ده. الميديان اللي عندنا في الرسمة دي اسمه ايه؟ اسمه بي دي. بي دي is a median، صح كده؟ ايه اللي عرفك؟ لأنه رايح لمين؟ ميد بوينت. طيب الاي ليها اسم، صح؟ هي البوينت اوف كونكرنس. تمام. طيب مالها بقى النقطة دي؟ قال لي النقطة دي بتقسم البي دي اللي هو الميديان بنسبة ايه؟ قال لي 1 to 2، جزء إلى جزئين من ناحية مين؟ البيز. طيب ده الميديان. فين الفيرتكس اللي طالع منه؟ البي. طب فين البيز اللي نازل عليها؟ اي سي. ادي البيز اهي، الفيرتكس اهي، الميديان طالع من الفيرتكس على البيز دي. طيب بيقسم الميديان ده بنسبة ايه؟ جزء إلى جزئين من ناحية البيز. انت ابتديت بالوان وبتقول لي من ناحية البيز، يعني معنى كده ان الوان ده ناحية البيز، يعني ده جزء. اما الحتة دي اللي هي ناحية مين؟ الفيرتكس، جزئين. طب يعني ايه ريشيو 1 to 2 مثلا؟ لو الحتة دي 5 الحتة دي تبقى 10. لو الحتة دي 4 تبقى الحتة دي كام؟ 8. لو الحتة دي 6 يبقى الحتة دي كام؟ 12. يبقى تاني the point of concurrence divides the median in the ratio 1 to 2 from the base. وركز 1 to 2. بص لازم تبقى حافظ from the base. خلي بالك عشان في الامتحان ممكن يكتبها لك كده 2 to 1، ما اقولوش from the base، لا هقول له ايه؟ from the vertex، من ناحية الرأس بتاع المثلث. يبقى لو قال لي from the base من ناحية البيز يبقى 1 to 2. from the vertex من ناحية الفيرتكس يبقى 2 to 1. خلي بالك في المعلومات اللي انا هقولها لك دي. يا ترى بما انك عرفت القصة دي، يبقى علاقة الدي اي بالبي اي ايه؟ هاف، مش كده؟ الحتة دي علاقتها ايه بدي؟ جزء من جزئين، يعني هاف. يبقى اذا دي طبعا فور سيفنج، دي حفظ. دي اي ايكوالز هاف من البي اي. طيب لو انا قلت لك العكس، لو انا قلت لك البي اي ايكوالز قد ايه من الدي اي، يبقى بتساوي جزئين منها. يبقى لو انا بدات بالدي اي اللي هو من ناحيه البيز ده ايه؟ بيساوي نص ده. طب لو انا بدات بده، ده بيساوي قد ايه؟ بيساوي 2 من ده. الكلام ده تاني فور سيفنج، حفظ. المثال ده قدامي وانا بتدرب اكتب الجمل دي كذا مره عشان المعلومات دي تثبت عندي. طيب الجزء الثاني، يا ترى لو انا سالتك وقلت لك طيب الدي اي بتمثل قد ايه من الميديان كله اللي اسمه بي دي؟ هو ده كام جزء؟ طب الميديان كله كام جزء؟ 3. يبقى ده بيساوي ايه؟ ثيردز من الميديان كله، تلت الميديان. دي اي ايكوالز جزء من 3، يبقى ثيرد من الميديان كله. لكن لو انا بتكلم على ده وده يبقى ده بيساوي قد ايه؟ هاف من ده. لكن ده من الميديان كله كام؟ ثيرد. طب لو انا بتكلم على الميديان وبقول لك بيساوي قد ايه من الحته دي؟ بيساوي 3 منها. صح كده؟ مركزين يا شباب؟ انا عندي دلوقتي علاقه ما بين الجزء ده والجزء ده، ايه هي؟ انه ده بيساوي نص ده، او ده بيساوي 2 من ده. خلصنا من دي؟
طيب الحته دي بتساوي قد ايه من الميديان؟ تلت، ثيرد. طيب الميديان كله بيساوي قد ايه من ديت؟ 3. طيب لو انا بكلمك على البي اي بتساوي قد ايه من الميديان كله؟ انت تقدر تعرف الكلام ده ازاي؟ ببساطه شديده جدا. هي البي اي كام جزء؟ 2 صح؟ اهو. من كام جزء؟ البي جي من 3 يبقى 2 اوفر 3. تلتين. ما هو ده تلت الميديان، يبقى ده تلتين، ثيرد، وده 2 ثيردز من الميديان كله. صعب الكلام؟ تاني. أنا عندي البوينت of concurrence divides the median in the ratio 1 to 2 from the base. ده اسمه البيز، دي اسمها الفيرتكس. البوينت of concurrence بتقسم الميديان بنسبة 1 to 2 from the base أو 2 to 1 from the vertex. الحقيقة هنا أنا عايز أرجع للحتة دي تاني، هقول لك فيها يعني حتة كده ممكن تجي لك في الامتحان يضحك علينا بيها. إيه هي؟ بيجي كده في الامتحان يقول لي إيه؟ إن البوينت of concurrence divides، خلي بالك، divides the median in the ratio، ركز بقى في اللي أنا هكتبه ده، to space from the base. ده سؤال بيجي في الامتحان، بيقول لك البوينت دي بتقسم الميديان in the ratio to space from the base. هو جاب لي ايه؟ بصوا يا جماعه، دول الاثنين الاساسيين بتوعي. from the base تبقى ايه؟ 1 to 2. from the vertex تبقى كام؟ طب هو جايب لي بيز ومع ذلك بادئ بال2 وانت بتقول لي 1 to 2. 1 to 2 مش معناها حاجه ثابته. 1 to 2 معناها ان الجزء ده، انه الحته اللي ناحيه البيز جزء واحد واللي ناحيه الفيرتكس جزئين. خلاص؟ طب لما يجيب لي في البدايه 2 يبقى هو عمل ايه؟ كانه قال لي ان ال1 ده بقى 2، يبقى تايمز كام؟ 2 انضرب في كام؟ خلاص يبقى 2 دي تبقى كام؟ انا اللي يهمني انه الناتج بتاع دي هاف. قال لي 1 to 2 اهلا وسهلا. قال لي 2 to كام؟ ده 2 to 4. 3 to كام؟ 6. 4 to كام؟ المهم ان الناتج بتاعها يطلع كام. يبقى الاجابه هنا في السؤال اللي هو جايبه لي ده هتبقى كام؟ 4، عشان يبقى الناتج بتاعها ايه؟ هاف. بكده نكون انتهينا من شرح درس الميديان. اشكركم شكرا جزيلا. سلام. نشوف، هناخد 2 اكسرسايز على الدرس الميديان. التمرين الاول، انا عندي تراينجل اسمه A B C. اول ملاحظه عشان تتكلم على الميديان ان انت تلاقي ميد بوينت، ودي بدايتك. هتلاقي دي is a midpoint of AB. تكتب ده since MD is a midpoint of AB، then على طول وراها مباشره CD is a median. بالمثل زي ما عملت هنا هتعمل في دي. سنس انه دي ميد بوينت يبقى ده ميديان. يبقى انا هكتب كده سنس انه الدي is a mid point of AB then يبقى CD is a median. ادي النتيجة الأولى اللي أنا استفدتها. بالمثل كده since إنه ال E is a mid point of AC then يبقى ال BE median. بما إنه حضرتك لقيت في المثلث 2 medians، إذا أكيد هتلاقيهم متقابلين مع بعض. متقابلين مع بعض فين؟ في النقطة دي. إذا النقطة دي ليها اسم زي ما اتفقنا point of concurrence. يبقى أنا هقول له since، خلي بالك من الجملة دي هتلاقيها مكتوبة عندك في الإكسرسايز في الجيفنز اللي موجودة. هتلاقيه بيقول لك إيه؟ بيقول لك إنه CD intersection يعني تقاطع BE equals point M، يعني ده تقاطع ده اتقابل مع ده في بوينت اسمها M. إذا الام دي إيه؟ هقول له على طول then M is a point of concurrence. بما انك قلت ان الام is a point of concurrence، اذا لازم تبقى فاهم ان البوينت دي بتقسم الميديان الاولاني in the ratio 1 to 2. يبقى ده جزء، يبقى ده جزئين. ايه ده؟ يعني تعرف تجيب ده؟
ده كام؟ 3 يبقى ده كام؟ 6. الموضوع سهل ازاي؟ لانه ده ايه يا باشوات؟ ده ايه؟ ده بيساوي 2 من ده. يبقى انا هقول له كده then، خلي بالك بقى، then MC equals 2 من الام دي، then MC equals 6 سنتيمتر. ده بيساوي 2 من ده. طيب المعلومة الثانية انه احنا عندنا الدي اي 4 سنتيمتر والدي ام 3 والبي اي كله، خلي بالك البي اي كله ده كله بكام؟ بي اي ب 6 سنتيمتر. يبقى البي اي معلومه اهي قدامنا 6 سنتيمتر. طيب بما انه البي اي 6 سنتيمتر، البي اي ده ايه؟ ميديان. تمام؟ ايه اللي انا محتاج اجيبه؟ ده. ما انا عايز البارامتر بتاع المثلث ده، انا جبت جزء اهو. طيب الجزء الثاني ده يجي ازاي؟ ما هو ده جزء من الميديان. طيب الميديان كله كام؟ 6. ده بيساوي قد ايه؟ تلتين، 2/3. ممكن ببساطه انت تجيب ده الاول، ده تلت الايه؟ الميديان، يبقى بكام؟ ب2. يبقى ده كام؟ 4. تاني هقول له كده then MBA equals third من الايه؟ من البي اي كله، تلت الميديان، لانه الحته دي كام جزء؟ 1 ودي كام جزء؟ 2. يبقى ده بيساوي تلت الميديان، يبقى third. اذا الام اي equals third times 6 equals 2 سنتيمتر. اذا الحته دي بكام؟ ب2. طيب لما تكون الحته دي ب2 دي قدها كام مره؟ مرتين. يبقى البي ام then بي ام equals 4 سنتيمتر. ادي المعلومه الثانيه. المعلومه الثالثه ركز معايا، دي معلومه من اولى اعدادي. من ايه؟ من اولى اعدادي. المعلومه دي بتقول ايه؟ بتقول ان انا لو عندي ميد بوينت وميد بوينت وصلت بينهم بلاين سيجمنت، اللاين سيجمنت ده بيبقى باراليل للسايد التاني تقول يساوي نص. افتكر معايا، دي ميد بوينت ودي ميد بوينت، وصلنا ما بينهم بلاين سيجمنت. The line segment joining between two midpoints of two sides of the triangle equals half the third side. بتساوي نص الايه؟ التاني. حضرتك قلت لي هنا ان الدي ميد بوينت والاي ميد بوينت، مش محتاج ان انت تقولهم تاني، انا كل اللي هقول سنس انه الاي دي مين يا جماعه؟ الاي دي لاين سيجمنت واصل ما بين تو ميد بوينتس. ايه النتيجه؟ بيساوي نص الثالث. يساوي نص الايه؟ طب ده كام؟ 4، يبقى ده كام؟ 8. يبقى انا كده جبت 3 سايدز. يبقى انا هقول له الاي دي ايكوالز هاف من البي سي. يبقى البي سي بتساوي كام؟ ده 4، يبقى ده كام؟ 8. حضرتك كده جبت ال3 سايدز اهمت. يبقى تقدر تقول انه البريمتر بتاع التراينجل اللي انا عايزه عباره عن كام بقى؟ عباره عن 6 بلس 4 بلس 8 equals 18 سنتيمتر. صعب الكلام؟ تعال للتمرين الثاني. التمرين ده بيقول لي انه البريمتر بتاع التراينجل اللي اسمه AMC equals 36. ده ب 36 البريمتر. يعني ايه البريمتر بتاع المثلث ده 36؟ يعني مجموع ال3 سايدز بتاعته ده وده وده، مجموعهم لما اجمعهم 36. وهو عايز مني البريمتر بتاع التراينجل اللي اسمه MFG. طيب القصه في انك برضو هتدور لي على الميديانز. المثلث ده اللي هو اسمه AMC البريمتر بتاعه ب 36. طيب سنس انه الاف برضو ديت ميد بوينت، يبقى ده ايه؟ ميديان. وسنس انه الدي ميد بوينت، يبقى السي دي ميديان. طيب الخط ده اللي هو الميديان ده والميديان ده اتقابلوا مع بعض في بوينت. البوينت دي اسمها ايه؟ بوينت اوف كونكرنس. بتقسم الميديان بنسبه ايه؟ 1 to 2 from the base. يبقى الام هقول تاني زي ما قلت هناك كده، سنس انه الدي از ا ميد بوينت للسايد اللي هناك ده، يبقى السي دي از ا ميديان. ادي معلومه. يبقى انت الاول بتستنتج الميديان الاولاني. سنس انه الاف از ا
ميد بوينت للسايد اللي اسمه بي سي، يبقى الاي اف از ا ميديان. عندك كام ميديان كده؟ عندي 2 بيتقابلوا مع بعض في نقطه، اذا النقطه دي سنس انه السي دي تقاطع مع الاي اف، انترسكشن اي اف في النقطه اللي اسمها ام، يبقى ذن الام نقول عليها ايه؟ از ا بوينت اوف كونكرنس. اسالك سؤال، حضرتك كتبت هنا زي ما عملت فين؟ زي ما عملت هنا. اذا حضرتك لما بتحدد هدفك بتقدر تفهم انه في طريقه انا بكتب بيها المعلومات اللي توصلني للنقطه دي عشان اقدر اتعامل بقى في الجزء اللي بعد كده اللي هو ايه؟ اللي هو انه بما انك البوينت اوف كونكرنس يبقى بتقسمي الميديان ده بنسبه كام؟ 1 2 2. يبقى هقول له then ام دي equals half من الام سي. ادي معلومه. تمام كده؟ then كمان الام اف بتساوي نص مين؟ الاي ام. then ام اف equals half من الاي ام. ركز بقى، انت قلت لي انه ديت ميد بوينت وديت ميد بوينت. مش ملاحظ حاجه؟ قلناها في المساله اللي فاتت. ها؟ مش ملاحظ حاجه؟ دي ميد بوينت ودي ميد بوينت. ها؟ ان في خط وصل ما بينهم، دي معلومه عند طالب تاني اعدادي ما تتنسيش. دي ميد بوينت وميد بوينت بينهم لاين سيجمنت، يبقى دي خاصيه بتقول the line segment joining between two midpoints. ادي سايد وادي سايد، في ميد بوينت وصل ما بينهم خط، بيعمل ايه الخط ده؟ يساوي نص التالت. يبقى هقول له كده سنس انه عشان برضو انت بتذاكر تبقى واخد بالك، سنس انه دي از ا ميد بوينت لمين؟ للاي بي. وسنس انه الاف از ا ميد بوينت لمين؟ للسي بي. يبقى على طول حضرتك تقدر تقول بقى انه الخط اللي واصل ما بينهم اللي هو الدي اف بيساوي نص السايد الثالث اللي هو مين؟ اي سي. ما هو المثلث اهو، دي ميد بوينت لده ودي ميد بوينت لده، بينهم خط، يبقى الخط ده بيساوي نص الثالث اللي هو اي سي. وحضرتك حط دي جوه مستطيل. تعالى لي بقى كده للثلاث مستطيلات دول، بص كده، ده نص ده وده نص ده وده نص ده. طب السؤال، لو انا جمعت بقى الثلاثه دول يساوي ايه؟ يساوي نص الثلاثه دول، صح كده؟ طيب البريمتر ده كام؟ 36. ولما اجمع ده يديني البريمتر بتاع المثلث ده، يبقى البريمتر بتاع المثلث ده بيساوي نص البريمتر بتاع المثلث ده، يبقى 80. فهمت؟ لان كل سايد هنا بيساوي نص السايد اللي هنا. يبقى انا هقول له كده then السايد الاول اللي اسمه ام دي بلس ام اف بلس دي اف ده بيساوي ايه يا جماعه؟ ده البريمتر بتاع مين؟ بتاع المثلث ده، صح كده؟ هيساوي نص البريمتر بتاع التراينجل اللي اسمه اي ام سي equals 18 سنتيمتر. صعب الكلام؟ بكده نكون اتدربنا على نموذجين من الاسئله اللي محتاجه مني بروف على درس ميديان، وبكده نكون انتهينا من درسنا. شكرا جزيلا.